هذه إذاعة الوفاق، صوت الجماهير الإريترية. إذاعة الوفاق الوطني تابعة للجماهير الإريترية، وتبث برامجها من المهجر بواسطة الأقمار الاصطناعية كل يوم سبت من 8:00 صباحا إلى 9:00 صباحا بتوقيت أسمرة، إلى كافة الربوع الإريترية والمناطق المجاورة بكل مصداقية وأمانة. مرحبا بكم مستمعين الكرام، مع إشراقة شمس كل سبت ومن إذاعتكم صوت الوفاق الوطني الأريترية. بعد أن استمعنا للفترة الأولى من بث إذاعتنا بلغة التجرينية، نقدم لكم ما يشرح الصدور وينير العقول. هذه إذاعة الوفاق الوطني الإريتري. متابعي إذاعة صوت الوفاق الوطني الإريترية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. مستمعين الكرام، اليوم السبت 14 من ديسمبر لعام 2019، نقدم لكم فيه موجز الأخبار لهذا الأسبوع، متابعة شيقة وممتعة نرجوها لكم. والبداية بالعناوين. السلطات السودانية تنفذ حملة اعتقالات واسعة وسط الإريتريين في الخرطوم. نسب الالتحاق بالمدارس في إريتريا تتغنى بصورة مخيفة. دفع النظام الإريتري بقوة عسكرية ضخمة عبر البحر إلى منطقة عقد جنوب شرق هميمي. محاولة تصفية فاشلة لمحقق سجن عد أبيتو. وإليكم التفاصيل. السلطات السودانية تنفذ حملة اعتقالات واسعة وسط الإريتريين في الخرطوم، وتلزمهم بدفع غرامات مالية تصل إلى $1600 نظير الإفراج عنهم، وإيقاف عدد كبير من الإريتريين من العمل في الفنادق والمجمعات التجارية بسبب القرارات التي صدرت مؤخرا من وزارة التجارة السودانية، وإغلاق المحلات التجارية المملوكة للإريتريين من مصدر السنة. نسب الالتحاق بالمدارس في إريتريا تتغنى بصورة مخيفة. أفادت مصادر موقع أدال إن نسب الإقبال على التعليم في تدني مستمر، وقد وصل التدني إلى مستويات مخيفة، وأن ذلك يعود لأسباب تتعمد طغمة الحاكم على تجاهلها، منها شح المدارس والمدرسين ومعينات التعليم، وقد أنتج ذلك بعد المسافات بين المدارس والقرى. كما إن التعليم أصبح موصلا لأسوأ الأماكن مثل ساوى. وفي نفس السياق ذكر مديري مدرستي كاريبوسا وسافير اللتان تتبعان مديرية عد قيح أن هناك تدني مخيف في نسبة الإقبال بصفة عامة ومن قبل الإناث بصفة خاصة. وقد برر مديري المدرستين أسباب تدني نسبة الإقبال لإهمال أولياء الأمور وعدم تشجيع أبنائهم للالتحاق بالمدرسة. والجدير ذكره هنا أن هاتين المدرستين يتوافد إليهما الطلاب من 7 قرى موزعة على 3 ضواحي، ولكم بعد ذلك أن تتخيلوا مقدار المعاناة التي يعانيها الطلاب للوصول إلى المدرسة.
دفع النظام الإريتري خلال الأيام الماضية بقوة عسكرية ضخمة عبر البحر إلى منطقة عقد جنوب شرق هميمي في الساحل الشمالي المتاخمة للحدود السودانية. وأفادت مصادر مطلعة بوصول وحدات عسكرية إريترية إلى منطقة دولوبياي وجلهنتي وعدارة وطيمو داخل الأراضي السودانية في ظل خلو المنطقة من أي وجود عسكري سوداني. محاولة تصفية فاشلة لمحقق سجن عد أبيتو. أفادت مصادر موقع أدال أنه قبل 5 أيام أطلق مجهولون النار على محقق سجن عد أبيتو في حي جزباندا في أسمر بالقرب من حي باربيكو، وقد نجا المحقق بأعجوبة. ويعد محقق سجن عد أبيتو المستهدف من أسوأ المحققين وأكثرهم قسوة، وقد استبعد المصدر أن يكون من أطلق النار عليه أحد ضحاياه، ورجح أن يكون الاغتيال مدبر من أجهزة النظام الأمنية، وفعل طالما ارتكبته مرارا وتكرارا في إطار تصفية الحسابات الخاصة بالطغمة الحاكمة. فماذا فعل يا ترى محقق سجن عد أبيتو ليستحق القتل؟ كانت تلك نهاية فقرتنا، والآن أترككم مع فقراتنا التالية. الإسفنجات التي تمتص خطايا النظام والزعيم. يمكن أن أتفهم الدفاع المستميت للبعض حين يثار موضوع النظام الإريتري وشرعيته وخطأ الممارسات السياسية والمواقف التي يتخذها، وهؤلاء ليس لهم بديل آخر سوى الدفاع على قاعدة عنزة وإن طارت. معظمهم ممن عاشوا تجربة الجبهة الشعبية، ودوافعهم معروفة ومتنوعة، بل قد أجزم إن البعض منهم أصحاب نوايا طيبة، إذ يعول البعض منهم بأن النظام لا بد وأن يصحح هذه الأخطاء. ولكن المشكلة هي حالة الحرب مع إثيوبيا التي تبقى العائق الرئيسي، بينما يرى البعض إن كان لا بد من التغيير فيجب أن تكون من الداخل ومن داخل النظام نفسه، وتتنوع المواقف وأحيانا تتباعد، ولكن الكل يجمع على سلبية المعارضة وانتهازيتها وعدم التعويل عليها وعلى القيادات التي تتزعم هذه المعارضة. والحقيقة المرة، لا النظام أصبح مرنا وقادرا على إصلاح ما أفسده كمراجعة شاملة لتجربته الفاشلة، ولا تمكنت المعارضة من التخلص من الفوضوية والرؤية الضيقة في معالجة المشاكل المزمنة للحركة السياسية الإريترية من انقسامات وتشرذم وخطاب سياسي لم يعد قادر على الاستجابة للتحديات الجديدة. ومما يزيد الوضع قتامة هو التفريق اليومي لهذه التجمعات المتنوعة تحت مسميات مختلفة، بل الأنكى من ذلك مسميات كانت إلى وقت قريب أقرب إلى تابو يمنع الاقتراب منها، لكن ما يصعب من استيعابه وفهمه هو المدافعون الجدد أو الإسفنجات الجديدة التي تسعى لامتصاص ما تقدم وما تأخر من خطايا النظام والزعيم، وهي حالة قريبة بحاجة إلى توقف وتأمل ومواجهة. لعل الكل يعلم، وتلك حقيقة، أن إنجاز التحرر الوطني والاستقلال على يد الجبهة الشعبية قد منح هذه الجبهة تفويضا شعبيا مطلقا حتى ممن ناصبوا العداء زمنا وحمل في داخله عداء لا يرحم، بأن هذا الإنجاز كان كافيا للغفران والتجاوز. ولكن والمهم جدا، كان الكل دون استثناء حتى من أعضاء الجبهة الشعبية هو فوق الخطوة الثانية أو المرحلة التالية في معالجة قضايا ما بعد التحرير. أولا، في ترسيخ الوحدة الوطنية من خلال إشراك الجميع، واعتبار أن هذا الإنجاز الوطني هو حصيلة نضال الجميع دون استثناء، وليس عبر مسرحيات إشراك البعض من هذه التنظيمات في وظائف الدولة واعتبار ذلك مشاركة. ثانيا، السعي لاحتواء القضايا الخلافية مع هذه التنظيمات عبر حوار وطني يشترك فيه الجميع، وعدم الالتفاف على هذه القضايا الخلافية التي عاشت زمنا كمحرك في التناقض. وليس المطلوب إيجاد حل ناجز لهذه القضايا الخلافية، بل يكفي الإقرار بوجودها والسعي مع الزمن لحلها. ثالثا، العمل على بناء مؤسسات الدولة الجديدة والإعداد الممنهج للدستور المعبر عن إرادة الشعب وتجربته السياسية والنضالية. رابعا،
المشاركة الواعية للجماهير عبر سن قانونا للأحزاب يراعى فيه مشاركة الجميع وفق المبادئ والأسس الوطنية التي دفع هذا الشعب خيرة أبنائه ثمنا لها. خامسا، تبني سياسة اقتصادية وتنموية تردم الهوى بين مختلف الأقاليم الإريترية ترسيخا للمبدأ الوطني كوطن واحد وليس جزءا متخلفا وجزءا آخر أكثر تقدما. سادسا، وضع سياسة عملية وموضوعية بعودة اللاجئين الإريتريين مكرمين إلى وطنهم وإيجاد الأرضية والبيئة المناسبة كي يجدوا لأنفسهم مكانة مناسبة كي يعيشوا حياة كريمة في وطنهم. هذه هي العناوين الرئيسية، وهناك تفاصيل فرعية كثيرة ذات الصلة بالموضوع، ولكن المهم هو تنفيذ هذه المهام باعتبارها الأساس لمعنى الاستغلال، وإلا ماذا يعني الاستغلال والنضال؟ ومهما بلغ تحفظنا ونقدنا للمعارضة ألوانها المختلفة وما نعتقده قصورا في أدائها لا يبرر في منح صك براءة للنظام وممارسته القمعية والاستبدادية. إذ على ماذا يعتمد هؤلاء الإسفنجات في دفاعهم عن النظام وممارساته؟ حسب علمي والله أعلم هناك أفراد من داخل النظام بدأوا في ترويج حدوثة قريبة مفادها أن هناك تجمع لبعض الكوادر المستنيرين يقومون بوضع أسس التغيير السلس من داخل النظام نفسه، وفقط هم بانتظار اللحظة المناسبة. ولتأكيد هذه الرؤية فقد قام أحد كوادر النظام بالاتصال بأحد الأصدقاء طالبا منه الابتعاد عن هذه التيارات المعارضة ومني شخصيا حتى لا يلوث نفسه بهذه المعارضات، بينما الفرج قادما في انقلابهم المزعوم والتصحيح العظيم لما يقدمون به. والواقع يمكن أن تنطلي أكذوبة مثل هذا على قطاع واسع من الناس، سيما وقد بلغ اليأس مستوى والجهل أيضا بالنظام، ولكن ما يجهله الجميع هو طبيعة النظام الأمنية والسلسلة المترابطة والتي تشمل القطاع المدني والعسكري وتوظيف التناقضات الاجتماعية أمنيا واستخدام أفراد مدربين في السفارات المنتشرة في كثير من دول العالم، وهؤلاء مرتبطون مباشرة بجهات أمنية تتبع مكتب الرئيس. وحين يكتمل ترتيب الصورة لميكانيزم العمل الأمني فإن النتيجة الإشاعات على شاكلة التصحيح من داخل النظام والصبر حتى يأتي الفرج من هؤلاء الحريصون والمستنيرون هي بالمحصلة صناعة أجهزة النظام ومطابخها الأمنية. ليس من المصلحة معارضة النظام من أجل المعارضة وحسب أو بدوافع أنانية وشخصية أو خدمة لأجندات خارجية تحمل مشاريع مشبوهة. في هذه الحالة تنتفي مشروعية هذه المعارضة ويمكن أن تصنف في خانة المؤامرة. ذلك أمر بديهي، ولكن المعارضة الإريترية بكل السلبيات التي تحملها بعيدة كل البعد عن هذا التصنيف. وهناك من الأسباب ما لا يحصى ما يجعل هذه المعارضة شرعية 100% وصاحبة مصداقية عالية في أوساط الجماهير الإريترية وأصدقاء الشعب الإريتري من المتابعين وخلافهم. فيكفي المرور على تاريخ هذه الدولة ما بعد التحرير حتى نصل إلى النتيجة المنطقية: الشعب يريد إسقاط النظام وضرورة البحث عن البديل. مشكلة هذا النظام وعقلية الذين يديروه أنهم نسخة من أنظمة عفى عنها التاريخ. نحن أمام عالم جديد رغم عوامل الاضطراب والفوضى التي نشاهدها في الأقليم والعالم، وعملية الاستقطاب التي ميزت الحرب الباردة استبدلت باستقطابات أخرى همها الأساسي اقتصادي كمجموعة البريكس مثلا. وهناك عمالقة جدد بدأوا في البروز على مستوى الفعل في المسرح العالمي: الصين والهند. وهناك خرائط الدول في طريقها إلى الزوال تماشيا مع عالم يتشكل ومصالح تبحث عن موضع قدم وتجمعات لقوى سياسية أصبحت ذات التأثير يتجاوز الكثير من أدوار الحكومات وجيوشها، وقوى ترى وفق معطيات عالم اليوم إن المستقبل هو للكيانات الكبيرة ولا مستقبل لعالم التقوقع والانقلاق. والحقيقة أن هناك عالما يتشكل وضرائب تدفع دماء ودموعا ولجوءا. وبمنطق عاقل ولكي تعيش في هذا العالم مضطرب والذي يشهد ما يشبه العاصفة في اندفاعها تبتلع كل من يقف في طريقها هو أن تكون متصالحا مع شعبك وأن توجد وتخلق الظروف المواتية والمساعدة لتحصين جبهتك الداخلية
من خلال المعالجات المنطقية للتناقضات الاجتماعية والاقتصادية. لقد ثبت وبالدليل القاطع أنه ليس هناك نظاما أو بلدا وتحديدا في عالمنا الثالث ونحن من طلائعه محصنا أمام الرياح العاتية إذا ما جاءت لحظة الاقتلاع. وما يجري في سوريا خير دليل وأبلغ درس، والحبل على الجرار في عالم اليوم. إذا كان هذا واقع العالم، وإذا كان واقع الحال في إريتريا يقول أنه بلد يصنع من العدم، وفي زمن لم يعد فيه الاتكال على بيع الشعارات المؤدلجة سببا في العيش والاستمرار، يبرز السؤال الوجيه: كيف هو واقع الحال في إريتريا بعد 27 عاما من الاستقلال، وعلى ضوء حقيقة واحدة: العلاقة بين النظام وشعبه، ولنترك باقي القضايا واعتبارها تحصيل حاصل لهذه العلاقة. مع أنه يمكن أن تفرز صفحات في كشف الكثير من الأخطاء القاتلة والمسكوت عنها في هذه العلاقة بين النظام والشعب، ونحن نتحدث عن تجربة ربع قرن من الحكم. أولا، الدستور في حدود اطلاعي ومعرفتي المتواضعة لم أسمع أو أشاهد أن نظاما قضى 20 عاما في صورة هي أقرب للمماطلة في مسألة إعداد الدستور للبلاد، أن وضع هذه الوثيقة هو شكل من العقد الاجتماعي الذي يبنى عليه شكل الدولة ووظائفها وتنظيم العلاقات الاجتماعية، والإجابة لتساؤلات عالقة لمجتمع قائم على التنوع العرقي والديني، وتوفير فرص الاندماج الوطني، ووضع الملامح الأساسية لمفهوم العدالة الاجتماعية لبلد يعاني من التطور اللامتوازن بين أقاليمه المختلفة. وبمنطق الأمور وبالتجارب الإنسانية المختلفة ليس هناك دستورا قادرا على الإجابة لكل هذه التساؤلات، فالدساتير ليست كتب منزلة، بل هي عملية خاضعة بصورة جدلية بالتطور الاجتماعي للمجتمع، ويتم تطوير نصوصه أو إلقائه تباعا مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في حياة المجتمع. أما المماطلة فلا يمكن تفسيرها إلا بأن هذا الشعب ما زال يعاني من قصور وتخلف، ولم يحن الوقت كي ينعم بدستور لدولته. وما يؤكد هذا الاعتقاد المعالجة القبية للموضوع حين أعلن الرئيس في إحدى خطبه أنهم بصدد إعداد دستور، وإن هناك لجنة إعداد تم اختيارها لهذا الموضوع. هذه إذاعة الوفاق الوطني الإريتري. والواقع إن المسألة بلغت حدا من المهزلة التي لا يجب السكوت عنها. إن الدوافع الحقيقية لهذا الإعلان الغير موفق أن هناك أفراد من الحلقة الضيقة في النظام قد همست في إذن الرئيس أنه لا يمكن الاستمرار في تجاهل هذا المطلب باعتباره حق، ثم يجب نزع هذه الورقة من يد المعارضة لأنها أصبحت حجة ومصداقية بيدها، وفوق ذلك كله أصبحت حجرة عثرة لتحركاتهم السياسية والدبلوماسية في عالم لم يعد يكتفي بحقوق البشر، بل تعداه إلى الحيوانات وجميع ما خلق الله في هذه الأرض. ولكن وكالعادة كان الإخراج سيئا، مدفوعين بتلك القطرسة المعهودة والنظرة الدونية لهذا الشعب ليعلن بأنهم قد شرعوا في إعداد الدستور، وإن هناك لجنة قد باشرت عملها واعتبار ذلك إنجازا. بعد 20 عاما من الانتظار، عجائب الأمور في الموضوع هي في سرية اللجنة التي فوضت من قبل النظام، مع قناعتي العميقة إن الموضوع برمته مسرحية سمجة. ولكن لماذا هذه التمثيليات البلهاء في قضية تعتبر جوهرية لهذا الشعب والكيان الذي يريد بناؤه؟ وقبل الدستور ونصوصه هناك قضية محورية هي في الهيئة المخولة بإعداده واللجان المنبثقة منها، لسبب بسيط: بأننا أمام مجتمع قائم على التنوع وديانتان رئيسيتان إلى جانب المذاهب المتفرعة منهما. فليس عجيبا إذ أهمية الهيئات وضرورة إعلانها وأن تحظى بإجماع وطني، كون ما ينبثق عنها هو مصيريا بالنسبة لمختلف أطياف المجتمع. أما المماطلة والتسويف وبلغة العامة شغل 3 ورقات، لا أعتقد يمكن أن ينجح، فمستقبل الشعوب لا تبنى بهذه الطريقة. هذه الطرق مؤدية إلى جهنم والعبر كثيرة. فإذا كان النظام ما زال مصرا على الهرولة نحو حماقات بهذا الحجم،
فماذا عن إخواننا من الإسفنجات الجديدة؟ هل بلغ بهم العمى حتى يركبوا في نفس قطار حماقات النظام المندفعة دون كوابح؟ ثانيا، مسألة السيادة الوطنية والحروب التي خاضها النظام تحت هذه المسمى، وما صاحب هذه المسألة من انعكاسات سلبية اجتماعيا واقتصاديا. هذه القضية بحاجة إلى مناقشة. لا شك أن السيادة الوطنية هي أساس الاستقلال الوطني والإرادة السياسية الحرة، ولكن المسألة في عالم اليوم تجعل من هذه المسألة أمور نسبية، فهناك قوانين دولية تنظم العملية وفق مصالح الكبار في هذا العالم، وهناك متحدة، وهناك مصالح دول صغرى وكبرى، وهناك ما لا يحصى في هذا العالم. وفق هذه الحقائق يجب النظر إلى السيادة باختصار المقصود إنها مسألة حق قبل أن تكون مسألة عضلات. مثال ذلك مسألة جزر حنيش، وبغض النظر عن النتائج كان جانبها السلبي في رد الفعل الشعبي في الشارع العربي عموما، ومن يومها وإلى يومنا هذا ارتبطت الجزر الإريترية بالتواجد الإسرائيلي، وأخذت كثير من القوى في المنطقة العربية بالعزف على هذا اللحن لغرض في نفس يعقوب وليس لمصلحة الشعب الإريتري. ثم جاء الموضوع الإيراني بنفس المنوال، والسؤال: هل أصبح هذا البلد بازارا لمن هب ودب، أم هي سياسات الطائشة التي صنعت هذه الصورة السلبية؟ حتى في الخلاف الإريتري الإثيوبي لا زال قطاعا واسع من الرأي العام في الأقليم والعالم يعتقد أن إريتريا هي البلد المعتدي وإثيوبيا الضحية، ليس اعتقادا لحقائق يستند إليها بقدر ما هي انطباعات بنيت على هامش السياسات الطائشة والحمقاء للقيادة الإريترية. وفي اعتقادي أن مسألة الخلاف الإريتري الإثيوبي من القباء حصرها في إطار خلاف حدودي وانتهاك سيادة وطنية، أو مواجهة المماطلة الإثيوبية في تطبيق قرارات المحكمة الدولية، برغم البكاء والزعيق الإعلامي للنظام الإريتري حول السيادة الوطنية وعدم التهاون في هذه المسائل، وعدم توريث الأجيال القادمة مشاكلهم في غنى عنها. وهذا التعبير هو المحبب إلى قلب الزعيم حين يخوض في شرعية مواقفه تجاه هذه القضية. فالمسألة الحدودية بين الدول وتحديدا الدول الأفريقية هي سمة ملازمة لكل دول القارة، وأضف إلى ذلك دول الشرق الأوسط، لسبب بسيط جدا: إن التقسيم استند إلى اعتبارات مصالح الدول الاستعمارية وليس إلى رغبات أصحاب الشأن وتوزيعات قبائلهم وعشائرهم ومصالحهم أيا كانت. ولذا من الطبيعي أن تتعايش هذه الدول على مضض، باحثة لنفسها الطريق الأسهل ومرتبة أولوياتها. هذه هي الصورة النمطية لدول القارة الأفريقية والشرق الأوسط. فكيف يصبح الخلاف الإريتري الإثيوبي خارجا عن هذه القاعدة المألوفة لتصبح الحرب مسألة وجود، نكون أو لا نكون، وعملية كسر عظم، سيما في مرحلة لا حرب ولا سلام، وتكبيد الشعب الإريتري نزيف فوق إمكانياته وقدراته. ثم إن الخلاف مع إثيوبيا يأخذ أبعادا وأبعادا نتيجة لتلك الحالة الخاصة التي تحكم العلاقة بين البلدين. أولى تلك الأبعاد التاريخ الطويل من الصراع والآثار السلبية التي خلفها هذا التاريخ المأساوي. ثانيا، التداخل الديمغرافي بين البلدين، قومية التجرينيا وامتدادها على طول المرتفعات الحبشية إلى العمق الإثيوبي، والكنامة غربا والعفر شرقا. وثالثا، في العلاقات والمصالح الاقتصادية والتي امتدت لزمن طويل ولا يمكن الفكاك منها بتلك البساطة لمجرد أن هناك علم جديد قد رفع. وللأمانة والتاريخ وبكل صراحة لم يكن للشعب الإريتري أو الشعب الإثيوبي يد في كل ما حدث ويحدث، بل إن المآسي كلها القديمة منها والجديد كلها من صناعة الأنظمة المتعاقبة أبان حرب التحرير، وفي كلا النظامين بعد التحرير، بل إن كلاهما قد تفوق وبامتياز في تعميق الشرح بين الشعبين. وفي اعتقادي أن فشل حلفاء الأمس في وضع التصور الاستراتيجي للعلاقة بين إثيوبيا وإريتريا بعد سقوط نظام منغستو وانفصال إريتريا ككيان قائم بذاته، كون ما يجمع بينهما أكثر بكثير مما يفرق، هو الأساس في عقدة المشكلة. وبدلا من الاعتراف بهذه الحقيقة والمراجعة نجد كلاهما يلعب دور الضحية. فالنظام الإريتري يتباكى في رفض النظام الإثيوبي في تطبيق القرارات الأممية مسنودا بالدعم الأمريكي، بينما النظام الإثيوبي يرى في وجود النظام الإريتري خطر محتم لوجوده واستمرار حكمه،
لخصوصية التعقيدات الاجتماعية والسياسية في إثيوبيا. وهكذا ليس هناك من حل في الأفق، فنحن أمام حرب داعسة والقبراء لا تنتهي إلا بزوال أحدهم أو زوالهم الاثنين معا، أو بحكمة وقدر تهبط من السماء تدفع القوى الأقليمية والدولية للبحث عن تغيير، وفي سياق مراهنة النظام الإرثري على القرارات الدولية. يبدو أن هذا النظام قد فقد الذاكرة، بأن الشعب الإرثري خاض حرب 30 عاما لسبب بسيط: كون المنظمة الدولية لم تفتح دفاترها كي تتأكد بأنها كانت راعية الفيدرالية مع إثيوبيا. وحين ألقي الفيدرالية وفرض الضم قسرا، كانت الأمم المتحدة أول القائبين. كما نسى الزعيم تلك الخطبة العصماء التي ألقاها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تجاوز فيها كل الأعراف الدبلوماسية في تأنيب دور الأمم المتحدة حول دورها السلبي تجاه القضية الإرثرية. المهم، هل من الواجب أن يدفع الشعب الإرثري والإثيوبي هذا الثمن الباهظ لحماقات صنعتها هذه الأنظمة؟ أسوأ ما في الأمر في هذا الصراع هو النزيف الاقتصادي اللامتناهي لبلدان هي أحوج ما تكون لكل مليم وقرش للنهوض بشعوبها. ومع ارتفاع سقف المواجهة تعددت الفنون والمؤامرات التي تحاك من كل طرف كبديل مؤقت للبنادق والمدافع، إلى جانب الاستعدادات العسكرية وما يرافقها، انتظارا لذلك اليوم الموعود إن حانت ساعته. وفي هذه الحالة فإن المعادلة تختل حين تأتي المقارنة بين إمكانية كلا الطرفين في هذا الماراثون القائم على العبث، وبالنتيجة ندر إن الخاسر الكبير هو الشعب الإرثري وكيانه ومستقبل أبنائه. وحتى لا نتهم بأننا نسوق لنوع من الانهزامية، نقول أن الشعب الإرثري تمكن من أن يحقق نصرا كان في نظر الكل شبه مستحيل لزمن طويل. كانت تلك اللحظة في التاريخ حكمتها عوامل هبوط وصعود، وبإصرار لا يلين وبكلفة كبيرة تمكن هذا الشعب من تحقيق الهدف. ولكن تلك حالة لا يمكن أخذها كقاعدة يمكن أن تتكرر من الناحية العملية، فالتاريخ لا يكرر نفسه إلا بصورة مسخرة. أما إذا اعتمدنا على الغيب فذلك أمره عند الله عز وجل. فكيف النظام وأسفنجاته في بيع الأوهام؟ وكم من الأوهام حملت تجاربنا القديمة، بل ويمكن القول إننا ضحايا لأوهام صنعناها بأنفسنا، وها هي النتائج تحصد. أسوأ ما فيها إن الكيان برمته أصبح في مهب الريح بوحدة وطنية في أسوأ حالاتها وتفككها بعد محاولة فرط الانقلابية والاتهام الذي ساقوه بأنها حركة متطرفون إسلاميون. وكانت تلك التهمة والملابسات التي صاحبت في غياب المشاركة للعنصر المسيحي هو الوداع الأخير للعنصر المسلم الذي هو أصلا مقيدا بمطالبه وحقوقه في دولة إسياس أفريقي، رغم محاولات النظام الأقرب إلى السفه في جلب كل طامح من هذه الفئة ليتبوأوا منصبا شرفيا ديكوريا، وذلك لتأكيد المشاركة الوطنية. وتزداد الصورة بهاء حين يقوم تلفزيون الدولة برسم نعيم المشاركة للقوميات حسب التعريف المعتمد في فقه النظام. والأدهى والأمر في الموضوع إن النظام الإثيوبي لم يبخل في دخول هذه الحلبة ليس إسهاما في إذكاء نار الفتنة، بل عن اقتناع راسخ بأن تجربة الحكم الفيدرالي في إثيوبيا هي الصيغة السحرية التي يجب أن ينعم بها الشعب الإرثري، وهي الوسيلة التي يمكن أن تجنبهم الخطر المحدق من أبناء العمومة في الجانب الإرثري، مع أن الصيغة نفسها أصبحت وبالا عليهم كونها رسخت بشكل جنوني مسألة الحقوق القومية في ظل نمو الفساد في الأقاليم والنزعة الانفصالية وانعدام المنهجية للتنمية المتكافئة. وقد يكون مرد ذلك هو السياق المتقدمة في المحيط المتخلف اجتماعيا واقتصاديا وضعف وتخلف الأدوات السياسية. ورغم ذلك ها هم يعملون ليل نهار في محاولة تصدير النموذج للأخوة الإرثيين، ولكن العبرة هي في المحصلة، فما يقوم به النظام وما يحاول أن يصدره الإثيوبيين من نموذج محصلته في النهاية ضياع الكيان الإرثي. أحمد أوفي. هنا إذاعة صوت الوفاق الوطني الإريتري. مستمعين الأفاضل، إلى هنا وتنتهي بث برامج إذاعة الوفاق المعدة والمقدمة لهذا اليوم. باسمي
ونيابة عن أسرة المحطة أشكر حسن متابعتكم على أمل اللقاء بكم يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة الوفاق، صوت الجماهير الإرث.